السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم بخبر جديد وبصدمه كبيره للمتابعين الكره المغربيه. توج المنتخب المغربي للسيدات كره الصالات اليوم الاربعاء بلقب النسخه الاولى من كاس افريقيا، وبعد الفوز اللي كان دراماتيكي على تنزانيا ب3-2 في الفينال اللي تقام في القاعه الامير مولاي عبد الله بالرباط. في البدايه تقدمت تنزانيا بالهدف الاول ديال دونيسيا مينغا في الدقيقه 3، لكن الهدف التعادل عبر امل العفوي اللي جا في الدقيقه 15 زاد حمس المقابله. خلال الشوط الثاني سجلت تنزانيا عاوتاني الهدف الثاني بواسطه سوتامي عبد الله في الدقيقه 25، قبل ان يتعادل المغرب مجددا بفضل مريم الحجري في الدقيقه 38. بقات المقابله مشتعله، وفي الثانيه الاخيره حسمت فاطمه المدغري اللقب بهدف قاتل وسط فرحة عارمة للجماهير المغربية. وتأهل المنتخبان للبطولات الكأس العالم 2025 المقررة في الفلبين. إخوان ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجي لا فيديو، ونشوفكم في فيديو جديد.